اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلب اموره ام كوكي من جوه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. وتعالوا بقى كده ايه نعمل كوبايه نسكافيه حلوه محترمه، وهاكل جنبها كده كام واحده من اللي هو الفايش ده، حاجه خفيفه كده عشان انا اصلا ما كنتش عايزه افطر، بس علشان يعني ايه ناكلوها وندخلوا نشوفوا بقى شغل البيت اللي ورانا. المهم كان عندي غسيل كده متنشر، فقلت المه بقى خلاص كده كفايه عليه. وجوزي يعني من امبارح بيقول لي ايه لمي الغسيل يعني وكده، علشان قال ايه ندخل الستاره من جوه عشان الدنيا ساقعه. وديكوا شايفين يعني اصلا الستاره عماله تطير، الجو كان ساقعه وهوا وكده. وهو عنده حق الصراحة، يعني هي الستارة لما بتبقى جوه البلكونة كده بتدفي المكان، يعني فاهمين. بس طبعا الغسيل بيبقى ليه رأي تاني، يعني انا اصلا بلم الغسيل علشان انشر غسيل. يعني يومنا النهاردة برعاية الغسيل تقريبا، انا شغلت الغسالة ولميت الغسيل ونشرت غسيل وطبقت الغسيل اللي انا لميته، ورصيت الغسيل برضو اللي انا لميته في الدواليب. بس يعني فالحمد لله. والصراحة يا جماعة يعني انا مش من محبي الفقرات اللي هي بتاعة الغسيل دي قوي، او الاوقات اللي هي بتاعة الغسيل دي قوي. يعني انا بحب انشر وبحب الم الغسيل. تطبيق الغسيل ده باحسه تقيل على قلبي، باعمله طبعا اول باول كمان يعني. مستحيل ان انا مثلا اسيب غسيل الم عليه غسيل تاني وهو لسه متطبقش، مستحيل ان انا اعمل كده، لان هو اصلا مهما كانت الدنيا رايقه فهو بيعمل كركبه وبهدله وكده، فاهمين. وبعدين افرض الضيوف دخلوا علينا فجاه يلاقونا كده منعكشين ومبهدلين وراميين غسيلنا وكده، يقولوا علينا ايه مش بنروق مش بننضف، ما ينفعش. وللعلم بالشيء الضيوف دي اصلا اللي هما مش بيجولنا. انا نفسي حد يجي يزورني والله يا جماعه، بجد مفيش حد بيجيلي. يعني هي ماما ربنا يخليها لي يا رب ويبارك لي فيها، هي اللي كانت بتجيلي كده من وقت للتاني تطمن عليا وتبص عليا انا ومسك كده وتنزل. بس هي تعبانه شويه بقالها حبه، فربنا يشفيها يا رب، ادعوا لها. مش بتقدر ان هي تنزل بقالها حبه. بس والبت جوري بقى بنت اختي حبيبة قلبي، هي دي بقى يعني، هي دي كده اللي محسساني ان انا ليا ناس بيسألوا عليا على طول وبيجولي ويروحوا ويجوا عليا. ربنا يخليها لي يا رب، دي اصلا بنوتي الكبيرة بجد والله، فربنا يخليهم لي يا رب كلهم كده ويبارك لي فيهم. انا كمان مش بحب اقول ان انا تعبانة، يعني لما بكون تعبانة مش بحب ان انا اقعد اشتكي واقول انا تعبانة وانا عندي وانا لأ، باتعامل عادي خالص كأن ما فيش حاجة، بس باختفي. يعني هتلاقيني مش بانزل، هتلاقيني مش باسأل، هتلاقيني مش باتكلم، مش انا اللي ببدأ وارن، فاهمين. فهما بيحسوا يعني. بس يعني يا جماعة فربنا يخلينا يا رب الناس اللي بتحبنا وبتسأل علينا وبتطمن علينا وبتحس بغيابنا وبيفرق معاها اصلا غيابنا. في ناس بقى تانية طبعا بتبقى موجودة في حياتنا، بيبقى السؤال كل فترة، بنتكلم كل فترة، بنحكي وبنضحك وبنهزر وبنتعامل، بس مش يوميا. بس ما فيش بقى طريقة اللوم والعتاب، واللي هو انتي ما سألتيش او انتي ما عملتيش او انتي ما كلمتنيش او اخر مرة انا اللي كلمتك او انا مثلا رنيت عليكي وانتي ما رديتيش او انا بعتلك وانتي ما كلمتنيش، فاهمين. لأ، في حبة ناس كده في حياتي هُم بيبقوا مقدّرين فعلًا، وأنا كمان زيّهم بابقى مقدّرة إن كل واحد فينا عنده مسؤوليات ومشاغل وحياته ودنيته اللي مشغول فيها واللي الدنيا بتاعته أخداه. فمش بنعاتب بعض ومش بقى بنقعد نوجع دماغ بعض ونقرف بعض إن إحنا مش بنسأل ومش بنتكلم والكلام ده لأ. فبيجي علينا عادي اوقات ممكن تلاقوني يعني بنتعامل مثلا كل يوم، واوقات تانية تلاقونا بنتكلم كل فترة، فاهمين. فعادي يعني انا بالنسبة لي ده عادي. وانا يعني انا واحدة، انا بالنسبة لي حاسة ان انا ما عنديش وقت فاضي في حياتي. ودي حاجة انا بحمد ربنا عليها. يعني الشيطان كده ساعات بيقعد يوسوس لنا في دماغنا ويقعد يقول لنا يعني اللي هو ايه احنا ما عندناش وقت فاضي وما عندناش وقت لنفسنا ومش عارفين نعمل ونسوي، واللي هو ايه نبقى بننقم على حياتنا او عيشتنا والزحمة اللي احنا فيها وشغل البيت اللي مش بيخلص والاطفال اللي مزهقانا وبنقعد نجري وراهم من هنا وهنا، ونقعد نعمل حاجات ومشاوير اللي هي بيبقى ليها علاقة بالبيت والحياة والدنيا وكل الحاجات دي. احنا بيجي علينا فترات الشيطان كده بيوسوس لنا ويخلينا مقفولين من كل الحاجات دي ونفسيتنا تعبانة وكل الكلام ده.
فلأ أنا باقعد كده كل فترة أو كل ما أحس الإحساس ده وكل ما أحس إن الدنيا تقيلة عليَّ أوي وشغل البيت والدنيا والوقت وكده، باقعد أفكّر نفسي إن دي نعمة كبيرة جدًا من عند ربنا، إن حياتي تبقى مشغولة، إن أنا أبقى باعمل حاجة أنا بأُجَر عليها، أنا شغل البيت ده نعمة كبيرة من عند ربنا، مُتعب بس كُلّه بجزاء وأجر وكُلّه عند ربنا. يكفي إحساس إن أنتِ بيبقى في حاجة بتعمليها تمام، أيًا كان هي شغل بيت، هي شغل ليكِ أنتِ، هي تعليم، كل الحاجات دي صدقوني والله العظيم مفيدة جدًا وبتفرق مع الواحد. يعني أنا واحدة من الناس أنا كنت فترة الكلية والدراسة والكلام ده كنت بابقى زهقانة واقعد أقول امتى هاخلّص وامتى الأيام دي هتعدّي، والأيام عدِّت، وبعد ما عدِّت أنا حسيت إن هي عدِّت هوا، وحرفيًا أنا باتمنى يوم من أيام الكلية مش عشان مثلًا الحياة اللي أنا فيها حاليًا مش حلوة ولا علشان أي حاجة، بس بالعكس عشان الواحد لمّا بيبقى في الحاجة بيبقى شايف اللي هو إيه أنا عايز أعدّي المرحلة دي وأخلص منها، ما بيستمتعش بالفترة دي. بس يعني يا جماعة الغرض من كلامي مش اللي هو اللك وخلاص والله، بل بالعكس أنا عايزة أوصل لكم فكرة اللي هو حبوا الحاجة اللي بتعملوها، استمتعوا بالحاجة اللي انتوا فيها حاليا، ما تحاولوش تقفلوا نفسكم تقلوا الحاجة على نفسكم وتبقى بقى النفسية مش أحسن حاجة ومخنوقين ومتضايقين ومتقدرين واحنا بنعمل كل حاجة. فلا يعني احنا كده كده هنعملوها، فنحاول ان احنا نعملها واحنا ايه مبسوطين يعني، او اعملي نفسك مبسوطة عشان نفسك يعني مش عشان حد، عشان تقدري تكملي اليوم اللي بعديه وتشوفي البيت والعيال والمدارس والدروس والمذاكرة وكل الحاجات دي. بس بقى كفاية لك يعني كده. تعالوا اقول لكم بقى انا كنت بعمل اكل ايه. طبعا هو باين يعني من اللي انا كنت بعمله ان هي لحمة، وعملت رز، واللحمة عملتها بالبصلة بعد ما سلقتها، يعني ما حطيتش اللحمة كده في البصلة وحطيت عليها المية واتسلقت كده منها فيها، لأ باعملها عادي بسلقها الاول كده لوحدها، وبعد كده برجع اعملها بقى اللي هي بالبصلة دي. وهنا كنت بقى بقشر التوم يعني وكده عشان ايه، عشان هعمل فتة، هو زوجي العزيز كان عايز فتة، فقررت بقى ان انا اعملها يعني، وما كناش عايزين طبيخ، فقلنا ايه هيبقى فيه اللي هي اللحمة اللي بالبصلة دي وكده جنب الفتة، فحلو جدا كده زي الفل وخلاص. وقولولي عملتوا اكل ايه يا بنات كده في الكومنتات، يعني ادوني افكار، يعني كل يوم بعطل قوي في حوار الاكل ده، ان انا اقعد افكر واقعد اتصل بجوزي اساله اعمل اكل ايه فيقولي اي حاجه، ما طب مش عارفه ايه، لا اي حاجه. بس يعني ساعات يقترح عليا، ساعات لا، ساعات انا يبقى حاضر في دماغي حاجه او نفسي في حاجه، ساعات هو نفسه في حاجه، لكن اوقات كتير جدا بنعطله يعني. بس يعني فكل واحده تقولي كده عملت اكل ايه النهارده، وانا بقى ايه اخد افكاركم واطبقها عندي يعني. بس بقى كنت بعمل الصلصه بتاعه الفته، انا كنت هعملها فته بالخل والثوم بس، وبعد كده كده في الاخر ايه قلت لا هعملها يعني بالصلصه علشان جوزي يعني بيحبها زي ما كنت قايله لكم قبل كده بالصلصه، فروحت عملتها بالصلصه وكنت مكتره الصلصه المره دي يعني، والاكل كان ما شاء الله شكله حلو وطعمه حلو والحمد لله يعني، بالهنا والشفا على قلبنا. وبعد الاكل انا ما كانش عندي مواعين ولا اي حاجه غير بس هي الحاجات اللي طلعت مكان الاكل، فعملتها على طول كده، وقلت املي العلبه بتاعه الصابون دي. والعلبة بتاعة الصابون دي كانت ناس كتير بتسألني هي حلوة هي عملية، فيا جماعة هي عملية جدا معايا وحلوة قوي يعني، هي فيها مكان كده من تحت بيتحط فيه الصابون، ومن فوق عادي بتحطي الديسبنسر ده بتنزلي الصابون على قد ما انت عاوزة وتحطي المية، فهي حلوة جدا. بس بقى المهم كده ايه قلت اغسل البوتاجاز بالمرة علشان تبقى الدنيا رايقة كده وزي الفل، لان هو كمان لما بيتعمل يوم بيوم كده او اول باول الحاجة بتبقى خفيفة وسهلة بصراحة، غير لما بتسيبيه فاهمة الحاجة كمان لو وقع عليه حاجة بتنشف عليه، فبيبقى صعب في الغسيل والدعك والكلام ده، زي ما انتم ما شايفين كده يعني. انا يدوبك كده بمشي الليفة على البوتاجاز يعني، مش اللي هو دعك ولا حاجة، بلاقي الدنيا بقت ما شاء الله معايا زي الفل. وطبعا لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش ان انتوا تصلوا على النبي اهم حاجة، وتعملوا لي اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل حاجة انا بنزلها، لان الفترة الجاية هيبقى في فيديوهات تحفة بجد. وطبعا برضو ما تنسوش ان انتوا تعملوا لي لايك وكومنت حلو زيكم يعني، لان انا نفسي الناس اللي عندي كلها يبقوا صحابي يعني، نفسي ايه نبقى
بناخد وندي كده مع بعض يا جماعة، فاهمين؟ بس يعني بصوا بقى البوتاجاز بقى فل شمعة منورة، يعني المنظر ده يخليكي ما تطبخيش عليه تاني اصلا خلاص. بس بقى وبعد كده مسحت الارض بالموب دي. الموب دي كانت عاملة قلق، الموب دي تحفة تحفة تحفة، انا ما بقدرش استغنى عنها، فهي حلوة قوي. بس كده بقى انا خلاص خلصت كل حاجة ورايا، هدخل اخد شاور كده وهسيب بنتي مع جوزي تطلع عينه شوية، وبعد كده اطلع بقى اعمل لنا كوبايتين شاي تعوضوا عن الفترة اللي انا كنت باخد فيها الشاور. بس كده ويلا باي.